السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مواطن من تونس، أنا اسمي على الفيسبوك اسمي حر التونسي. أحب من أحب وكره من كره. هذا اسم الحركة. هذا المسج، هذه الرسالة إلى حكومة آل سعود، إلى الملك عبد الله وكل سعودي. أيها الملك عبد الله، يا خادم الحرمين الشريفين، يا آل سعود، يا أيها المواطن السعودي، يا أحفاد الصحابة، يا أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لقد التجه إليكم البارحة الطاغية زين العابدين بن علي، عفوا زين الفاسقين بن علي. فإن زين الفاسقين أنتم تعلمون أنه طغى وبغى وأهلك الحرث والنسل. طغى وبغى وأهلك الحرث والنسل، وأنتم تعلمون، وأنتم كنتم تسخرون منا أن نحن أهل تونس لسنا من المسلمين. لا، نقولها لكم، نحن مسلمون، وإن شاء الله ذروة سنام الإسلام إن شاء الله. ولكن زين الفاسقين طغى وتجبر، حارب الدين، اغتصب النساء، يعني كشف عورات النساء. كل صبي، كل فتاة يصلي الصلاة حاضرة في الصبح يؤخذ اسمه ويعتقل ويجلسوه على القوارير، وأنتم تعلمون هذا يا آل سعود، يا الملك عبد الله. ثم أقول لكم قد حارب الإسلام، النساء اغتصبت في مراكز الشرطة في المعتقلات، الرجال اغتصبوا جنسيا قدام أزواجهم، والزوجات قدام أزواجهن، أمام أزواجهن عفوا. يعيب الشوم عليكم يا آل سعود إذا التجأ إليكم الطاغية وأنتم أعطيتوه اللجوء السياسي. ثم أقول كذلك وأنتم تذكرون يا أهل المطاوعة، يا جماعة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، ويا مشايخ السعودية، أنتم تعلمون حديث رسول الله وقصة المغيرة بن شعبة الثقفي لما التجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة طلب اللجوء، فماذا قال له؟ نحن نحميك بشرط أن ترجع الأموال لأصحابها، وأنتم تعلمون هذا. فويلكم من غضب الله، ويلكم من غضب رسول الله يا أبناء، يا أحفاد صحابة رسول الله، وأنتم تعلمون هذا، وأعطيتموه اللجوء السياسي وتعرفون أنه طاغية. لقد ضرب الطبقة المثقفة بتونس. يا رسول الله، في غزة اليهود يضربون بالخرطوش المطاطي، في تونس البوليس يضرب يضرب مسلم بالخرطوش الحي، مش في الرجلين، في الصدر وفي الراس. ضربوا الطبقة المثقفة، ضربوا الناس، انتهكوا حرمات الناس. ثم أقول لكم كذلك يا آل سعود، يعيب الشوم عليكم إذا قبلتموه عندكم، يعيب الشوم عليكم، كل العرب ينظرون إليكم، يعيب الشوم عليكم. هذا عار، هذا خزي لكم يا مهد العروبة ويا مهد الإسلام ويا خادم الحرمين الشريفين. نحن نرى فيك الدين والاستقامة أيها الملك عبد الله، وتعطي لجوء سياسي لطاغية قتل شعبه، سخر بأنات شعب ضعيف، حبيب الظلام عدو الحياة. عيب عليكم، والله عيب عليكم. ثم أتوجه بالذكر إلى الشيخ عبد الرحمن السديس، ثم إلى الشيخ عايد القرني، ثم إلى الشيخ محمد العريفي، وهلم جرا. لازم عليكم، وأنتم تعرفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأقولها علنا: الساكت عن الحق شيطان أخرس. عيب عليكم، حرام عليكم، لازم تاخذوا موقف، لازم تتكلموا، لازم تقولوا له برا السعودية، اطردوه من دياركم، اطردوه. السعودية إن شاء الله أرض طاهرة، تراب شريف، لا تتركوه يدنس البقاع المقدسة. ثم إن تركتموه في السعودية فاتركوه، فابنوا له بيتا قبل مرجم الشيطان في ميناء، حتى يقتسم الرجم مع الشيطان إن شاء الله، حتى نرجموه ونطفلوا عليه. عيب عليكم يا آل سعود، والله عيب عليكم، سيحاسبكم التاريخ يا آل سعود، سيحاسبكم التاريخ. وكيف ينضحك علينا، وكيف يقبلها على نفسه عربي، وحنا النشامة رجال السيف رجال الحق من سلالة نبي، مش من سلالة كلاب، من سلالة نبي. عيب عليكم يا آل سعود، لازم تاخذوا موقف، تكلموا يا أهل السعودية، تكلموا، اطردوه، اضربوه، اقيموا عليه الحد، قتل الناس، اقيموا عليه الحد، سفك الدماء، حارب الدين في تونس، وأنتم تعلمون هذا، وكنتم تسخرون منا أن نحن لسنا بمسلمين. لا، نحن مسلمون إن شاء الله، وذروة سلام الإسلام. اتخذوا موقف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. ستذكرون ما أقول، والله شاهد بذلك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. بارك الله فيكم.